بين يديك. أسألك أن تبشرني بشارة خير تجعلني أنسى كل ما مضى من تعب، بشارة تفرح قلبي وتريح بالي وتجعلني أسجد لك شاكرا لتدبيرك أمري يا رب العالمين. لا لا، حرام حرام والله، قلبي يوقف. يا جماعة والله العظيم سجلت فيديو، سجلت الصوت وعملت المونتاج. ببص كده جاتني رنة، فبعدين ايه رحت لقيت الصوت ما سجلتش. حرام والله، تعبت فيه خالص يعني. الله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة الخير. كده هو عايزين نبدأ يومنا بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللايكات ثم اللايكات ثم اللايكات. بجد كده خلاص، تعبت في الفيديو. قدروا تعبي وقدروا مجهودي. ربنا يا رب يكرمكم، يرضيكم، يرضى عنكم يا رب. طبعا المفروض اول حاجه بدايه اليوم كده هو مع الفجر كده غسلت السجاده الحلوه دي وسبتها تتصفى. حطيت لها جرد الغسيل وحطيت لها بسكت عزكم الله صغير كده اهو، سبتها تتصفى مع نفسها. غسلت المشايات برضو بتاعت اوضه النوم كده هو. ده الكلام ده هو كان بدري خالص، غسلته وسبتهم يتصفوا. بس فطبعا ده بداية اليوم. فطبعا ورايا المفروض انا كنت هخبز عيش شمسي، للاسف انا نسيت جل ما يسوي يعني. فنسيت خالص ان انا هخبز العيش الشمسي المفروض، عشان شطبت خالص عيش. فعشان عايزه اقول لكم عشان ما خبزتش عيش شمسي النهارده، حاسه ان انا قاعده في مجاعه، يعني حاسين بجوع رهيب. فقلت والله يا بنت قومي، ده بدل ما اجيب لك ب 30 جنيه عيش من بره ومش هيمسح حضور حد اصلا ومش بيشبع. لان انا ماليش عيش في البطاقه كده، واخده الدقيق يعني، وعندي كميه دقيق حلوه برضه اخبز منها يعني تفيدني. بس فقلت قومي يا بنت ايه الشطره تغزل برجل حمار، قومي ورينا شطارتك كده واعملي حبه مخروطه للولاد. بلبن تمشي، بسمنه تمشي، وسكر، واهو سد جوعه كده لحد ما ايه كرمنا ربنا ان شاء الله. واخبز كده عشان العيش الشمسي ده اساسي في البيت. يا رب يا رب الفيديو يكون بيسجل صوت عشان تعبت صح فيه. بس هنا طبعا حطيت معالق في قعر الحل وسبت البتاع ده اسمها إيه؟ سبتها تسخن خالص. المية لازم تطلع بخار عشان اقدر احط المخلوطة بتاعتي. تمام. وبعد كده عجنت عجينة طبعا عادية جدا، مية وملح، حبة ملح بسيطة، ومية عادية خالص من الحنفية، وشوية دقيق. انا ما كانش بصراحة عندي دقيق اللي هو الفينو، دلوقتي الكيلو وصل 20 جنيه يا بنات، والله يعني صعب. فقلت خلاص شوية دقيق بلدي ويلا، ومش هيقولوا لا مش هيخسروا يعني. بس وبعد كده عجنت حتة عجينة صغيرة كده محترمة كده، وسبتها تريح كد ربع ساعة. واديتها سنة كركم كده اللي هو اللون الأصفر ده. الكركم صحي برضه ومفيد، ولو مش حابة خليها لون أبيض بس يعني ما فيش مشكلة خالص. بس كده سبتها تريح يا دوبك ربع ساعة، وجبت حبة دقيق حلوة محترمة كده. لازم نحط دقيق كتير عشان تفرد معانا العجينة حلو. تمام. بس بعد كده هو رج الفطير كده هو زي ما انتم شايفين. ثواني يا جماعة بس افصل الصوت وارجع لكم تاني. قلت اتاكد بس الصوت شغال ولا لا. الحمد لله شغال. كنا بنقول ايه يا بنات فكروني كده. اللهم ذكرني ما نسيتها. المهم ايه، بعد ما خلصت الفطيره كده رحت لفتها زي الرول. ولازم قبل ما الفها زي الرول عن الشابه احط لها كميه دقيق، حبه دقيق حلوه محترمه كده، وبعد كده اسحبها من الشابه واحطها على المكنه بتاعتها دي بتاعت المخروطه او القدسيه زي ما بيسموها. ونعملها كده نلفها ونطلعها شرايط 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 رفيعة خالص وحلوة وجميلة كده. تستاهل بقكم والله. تعالوا تفضلوا معانا. شايفين الجمال تحفة. طبعا الوصفات دي من ايام اجدادنا يعني، وصفات قديمة ومولفين عليها من زمان يعني. كانت الناس زمان تتصرف، كانت الحياة بسيطة جدا، وكان في خير وكان في بركة. ولو كان في الدقيق ده في البيت او الحنطة كده يعني زي ما بيقولوا الحنطة على ايام سيدنا يوسف عليه السلام، فكانت تبقى خير وبركة، كأن البيت مليان خير وبركة. الملح والدقيق والحاجات دي بتقومي تعملي احلى اكل في البيت وبساطه، والناس كانت قنوعه وراضيه، وكانت الدنيا زي الفل والله العظيم. يا ريت تعود الايام دي تاني، يا ريتها تعود. وكانت الناس برضو طيبه خالص عن الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. الناس تغيرت برضو، اصبحت تغيرت خالص.
لو اتعمل طبق زي ده هو كانت الناس تلف بيه على الجيران، كانت كل الجيران تدوق الحاجات ده هي وياكلوا مع بعض، وكانت في مودة ورحمة. بصراحة كانت أيام جميلة والله العظيم فعلا. طبعا كانوا يعملوا زي كنا نعمل القدسية ده هي برضو يتعشى منها. كنا نعمل المفتلة، كانت في ست كبيرة رحمة الله عليها كانت تعمل المفتلة اللي هي المبرومة دي، اسمها المبرومة أو المفتلة. تعملها وترشها بالدقيق وكده هو، وتكورها كور صغننة خالص، وبعدين تسيبها في الشمس تنشف، واللي حابة تحمصها في الفرن تحمصها. مش حابة تسيبها على كده عادي. دلوقتي بقت بتاعت المصانع برا، فديكها كانت بلدي يودوا لها الدقيق وتعملها وتاخد اجرتها في يدها، يعني ستات كبيرة. طبعا صعب، كان نفسي اعرفها الطريقة دي بتاعت اسمها هي دي المفتلة، ما عرفتهاش خالص، صعبة جدا. بس وفي سكسوكية برضو بتتعمل برضو، ما زالت الناس بتعملها. بتتعمل بشوربة حلو ومالح، يعني اللي حبيبها بسكر ومكسرات ولبن وكده تمام شغالة حلو برضو. واللي حبيبها برضو بتتعمل في بلاد برا، تقريبا الله أعلم في العراق ولا إيه، شفت قبل كده بتتعمل بالشوربة ويحطوا لها حاجات كده لحمة تقريبا وحاجات يعني. ليها كذا طريقة يعني. برضو مرات عمي الله يمسها بالخير ويديها الصحة ويشفي عنها يا رب، كانت برضو تعمل لنا اللي هي ايه، كنا بيت عيلة كبير مع بعض، كانت تعمل لنا اللي هي ايه، انا بحش البتاع الفتافيت بتاعت المخروطة اللي بخرطها دي. لا تقولوا في حاجة في العجين، العجين زي الفل الحمد لله. بس كانت تعمل لنا ايه اللي هي العصيدة. عارفين العصيدة دي عبارة عن دقيق ويليسوه ليس كده هو يعني ما اقصدش طبعا استغفر الله، قصدي يعني ايه، يحطوا كميات كبيرة كده هو ويحطوها في الحلة أو رغيدة أو عصيدة ويغلوها على النار ويحطوا لها عسل أسود ويحطوا لها، كانت تحط لنا عيش شمس فيها، تقطع عيش شمس فيها، كانت تلكم لكم دي بصراحة، كانت تسد جوع يعني تسد الحنك على أصوله. والله كنا نتلم كلنا وناكل، وكانت أيام والله زي العسل وفيها بركة وحلوة. حطوا لنا لايكات عشان الأيام الحلوة دي يا جماعة. بس كان برضو لما يكونش في اكل في البيت وكده نتلم احنا والبنات صحابنا ولد عمنا وكله تبع بعضه في المنطقه يعني. عشان احنا كنا في منطقه برضو ايه، كلها الناس يعني تحب بعضيها، وكانت ايام حلوه برضو. فايه كنا برضو نعمل الشلولو. الشلولو عارفين ايه الشلولو ده؟ والله نفسي جت عليك يا شلولو اقوم اعمل لي طبق، بس مش دلوقتي. عبارة عن ايه بقى يا بنات، كنا نحط اسمه إيه ده يا ربي، كنا نجيب الملوخية الناشفة ونحطها على مية ساقعة كده او مية من الحنفية، والله عشان ما تبقاش برضه مبالغة قوي. عندك مية من الحنفية حطي، عندك مية ساقعة حطي. كانت مية الزيرة برضه عندنا. بس فنحط عليها التومة بشوية شطة، ونحط عليها ليمون اخضر ونعصر عليها حبة ليمون حلوين كده، ونقلب الملوخية في المية واديها يا معلم. احلى اكلة كانت اكلة الشلولو. والله العظيم كنا نعمل شلولو، واللي عنده جبنة قديمة يجيب. وكنا نحط إيه تاني يا ربي، واللي عنده البص البدنجان كنا نقلوه، كنا على طول اكلتنا المفضلة البنات يعني مع بعضينا. البدنجان نقلوه، ونحط عليه الدقة اللي هي بتاعت التوم بالكزبرة ومش عارفة ايه، ونحط له ليمون وجنبيه فلفل، ويلا اضرب بقى. والعيش الشمسي ده كان اساسي في البيت. برضو الله يمسها بالخير امي ويديها الصحة يا رب، كانت تجيب لنا عندي بيت جدي كميات من الفول الاخضر. الفول الاخضر ده يعني انا ما بشوفش حد يعمل كده دلوقتي خالص. كانت برضو تحطوا لنا على الكانون، والله العظيم قسما بالله زي ما بكلمكم على الكانون، وتحط فيه شوية ملح وتحط مية بتغلي، وتسيب الفول الأخضر يتسلق سلقة حلوة خالص، وبعدين ناكله مع الكمون وطماطم مثلا وعيش، وكان يبقى طعمه جميل جدا. يعني ما حدش يقول لي مش عارفة ايه ده اللي بتقول يا أم منى وكده. نعمة ربنا طبعا، نعمة وفضل من عند الله، كلها نعم من عند الله، والله ما ديمها نعمة. بس يا ريت الأيام دي تعود تاني. دلوقتي فين؟ دلوقتي العيلة عايزة لك جبنة وعايزة لك مش عارفة ايه وايام بقت صعبة، والفلوس اصلا مش جايبة الكلام ده كله ومش مكفية حد يعني. يا رب ان شاء الله يبارك يا رب ان شاء الله باذن الله، يا رب يبارك ان شاء الله باذن الله يا رب. برضو كنا نحطه مثلا اللي هي البليلة الشامي. عارفين الشامي الذرة الابيض ده اللي هي الشامي العريض، كنا نحطه في المنطال ونزقه في الفرن البلدي لما نكونوا خابزين من الليل، يعني ليلة الخميس نصحى الجمعة كده هو نلاقي ايه، هنا حطيت السمنة وحطيت السكر للمخلوطة يا بنات بعد ما استوت.
بوختها على النار بس كده، يعني سهلة هي مش صعبة. برضو كنا نحط المنطلي، يصحى تاني يوم كيوم الجمعة نبص نلاقوا ايه المنطلي استوى وزي الزبدة في الفرن البليلة، ونغرف في الطباقة وناكل بالمعالق وفيها ملح كانت تحفة بصراحة برضو. كانت أيام حلوة جو والله العظيم. بص انا برضو والدي يعني متجوز اتنين زي ما انتوا عارفين، مرات ابويا الاولانيه وامي التانية. فلما كانت امي تبقى متخاصمه هي وابويا، هو كان يحب العيش الشمسي جوه بتاع امي، فكانت مرات ابويا ما تبقاش غابزه، يعني هو يحب بصراحه الله يرحمه، يعني كان يحب العيش الشمسي خالص بتاع امي. تبقى متخاصمه هي وابويا، اروح اخبي رغيفين في كيس واطلع بره واروح لابويا اودي له الرغيفين في الدكانه بتاعته يعني، يتغدى بيهم. اقسم بالله يا بنات كنت بعمل كده، الله كانت ايام حلوه حلوه بجد يعني. تفضلوا معنا يستاهلوكم والله. والله العظيم كانت احلى ايام عشناها. كنت اقول له يابا هات شيلين، كنت اخد الشيلين ده واروح اجيب بيه حاجات كتير، والله كنت اجيب حاجات كتير كده. هو كانت ايام فعلا يعني. بصوا عينيا الدمع والله العظيم، كانت ايام حلوه فعلا، كانت في بركه. كانت الايام احلى من كده بكتير، بس هنقول الحمد لله. طبعا لازم الحياه تمشي، ودي سنه الحياه، لازم الدنيا تمشي والحياه تمشي، والحمد لله على كل حال. عايزاكم يا بنات بالمناسبة دي، الله يرحمك يابا ويحسن إليك، عايزاكم تدعوا لأختي دعوة حلوة خالصة لوجه الله من القلب، إن ربنا يا رب يهدي سرها ويريح بالها ان شاء الله باذن الله. يعني كانوا عايزين ياخدوا العيال منها ويبعتوهم لابوهم وكده، عشان طبعا مسؤوليه جامده على البيت وكده، مسؤوليه مش هتكلم في تفاصيل، مسؤوليه جامده. فهي خربت الدنيا وبكت وخربت الدنيا. انا بصراحه عذرها، الضنا غالي ومفيش امه تقدر تبات تبات يعني بعيد عن ولادها، خاصه في السن ده هو يعني. فبالله عليكم تدعوا لها دعوه ان ربنا يريح بالها يا رب، يفك قلبها ويهدي سرها يا رب. يعني يا رب يا رب يهدي سرها ان شاء الله مساجد يا رب. هنا بعد ما خلصت المخلوطة قلت اشطب على الحوض كده، هو اغسل المواعين معاكم اهو، قلت اخلصهم بالمرة واشطب على الحوض كده. ما تنسوناش بقى يا بنات في الدعم لقناة اختي، انا كل الناس سألتني عليها، يوميات الام البسيطة. حطيت لكم اللينك اكتر من مرة وهنزله لكم تاني برضه في اول تعليق مثبت، وشدوا حيلكم معاها عشان القناة تتفعل، لأن القناة لسه عايزة شروط كتيرة يعني، و4000 ساعة مشاهدة صعبة جدا برضو. فعشان ربنا يكرمها إن شاء الله بإذن الله وتقبض منها إن شاء الله. فبالله عليكم تقفوا معاها، وقفوا معاها، يعني هي فعلا بتعاني فعلا والله العظيم، يعني ربنا أعلى وأعلم بها، هي فعلا بتعاني. فيا رب يا رب يفك دقيقتها ان شاء الله، يا رب يا رب ان شاء الله يستر ولاء المسلمين وما يتعب اي واحده ولا تشوف اللي شافته اختي ابدا، يا رب يا رب ما توري اي حد اي حاجه وحشه، ولا تفصل اب عن ام ابدا، يا رب يهديهم ويصلح حالهم المسلمين اجمعين يا رب. والله العظيم لما اكون في بيتنا وجوزي يعني يكون قاعد وكده، ارضاش اخليه يهزر مع عياله قدامهم خالص، عشان خاطر برضه هي ما يصعبش عليها، يعني برضه عيالها محرومين من ابوهم وكده، والموضوع صعب بصراحة، صعب. كان الله في عونها، كان الله في عونها. برضو يا جماعة حطوا لنا لايكات كده عشان الفيديوهات بتاعتنا ترتفع، لان تعبت صح في القناة برضو، وتعبت فعلا، ونفسي ربنا يكرمنا برضو فيها، ونفسي والله العظيم اراضي الكل، يعني لله الحمد. الواحد في نيته ربنا كرمه هيرضي الكل باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله يا رب. بس حطوا لي اللايكات كده هو، والمهم جدا 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 اللي عايز تخدمني لوجه الله تشاهد لي الاعلان، يعني اللي عايزه تخدم اختها لله حتى سيبي الفيديو شغال، واعمل تكوني بتعمل اي حاجه، سيبي لي الفيديو شغال شويه عشان تشاهدي لي الاعلانات. والله العظيم انا ما قادره اتكلم اكتر من كده، لاحسن تاخدوا فكره كده ولا كده، بس انا فعلا محتاجه فعلا اقبض من القناه عشان في التزامات كتير ورايا، ربنا اعلى واعلم بيها. تنسوش برضو دعواتكم ولكم بالمثل لولادنا، ربنا ان شاء الله يفتح بصيرتهم ان شاء الله باذن الله، ويمتحنوا ويحلوا ان شاء الله، وربنا يوفقهم جميعا وينجحهم ان شاء الله باذن الله. يا رب يبعد عنكم المرض ويرضيكم ويرضى عنكم، زي ما بتجبروا بخاطر وبتقفوا معايا ربنا يرضى عنكم ان شاء الله باذن الله تعالى. بس هنا قلت اشطب خالص على الحوض كده هو، ومسحت كده الدنيا حواليا، وخلاص كده بقى نروح ناكل عشان خاطر الولاد وكده هو ما كلوش من بدري ان شاء الله باذن الله على الخميره بكره، وباذن رصه عيش عشان خاطر الولاد ان احيانا ربنا ان شاء الله، لان العيش ده هو لا غنى عنه في البيت. بشكركم خالص والله على كلامكم الحلو اللي انتم بتكتبوه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.